بعث عبد الكريم الخطابي في 10 أغسطس 1925 نداء إلى كل من الجزائريين والتونسيين، جاء فيه: يا أيها المسلمون التونسيون والجزائريون، إن الأمر الذي يشق علينا تحمله هو أن نرى أبناءكم يأتون قهرا لمحاربتنا. إن 4 أخماس الجيوش التي هي على حدودنا شاهرة السلاح في وجوهنا وهم من أبنائكم، وكان من الواجب عليهم أن ينقضوا على أعدائنا المشتركين المضطهدين لنا ولكم.